حفظ الله مصر وأهلها من كل شر. الملك توت عنخ آمون هو أحد أشهر الفراعنة المصريين، رغم أنه لم يحكم لفترة طويلة، فإن اكتشاف مقبرته عام 1929 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر جعل اسمه يتردد عبر العصور. وولد توت عنخ آمون حوالي عام 1341 قبل الميلاد، وكان أحد أفراد الأسرة 18 في مصر القديمة. تولى توت عنخ آمون العرش في سن 9 أو 10 تقريباً بعد وفاة والده الملك أخناتون. فترة حكمه لم تتجاوز 10 سنوات، لكنها كانت مليئة بالأحداث والتغيرات. خلال فترة حكمه تم التراجع عن بعض الإصلاحات الدينية التي أدخلها والده، حيث أعاد توت عنخ آمون عبادة الآلهة التقليدية وخاصة الإله آمون. اضغط على الاشتراك وانتظر الجزء الثاني من عظمة ملوك مصر على مر العصور. سلام.